صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. نفصل بحاجة جميلة كده. هنفصل بإيه؟ النهاردة حبايب قلبي خلاص احنا عارفين ان احنا في العشرة الأواخر من رمضان. النهاردة بالذات ليلة 23. طبعا انت عارف ان الليالي الفردية ممكن تبقى ليلة منهم ليلة القدر. فيا بختك يا سعدك يا هناك يا اللي تقابل ليلة القدر وانت بتعمل حاجات حلوة. ايه الحاجات الحلوة؟ صدقة، دعاء، قراءة قرآن، صلاة، وتقول الكلمة دي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. الخمس حاجات دول لو عملتهم أكنك عملتهم لمدة 84 سنة إن شاء الله. إن شاء الله بفضل الله، ورحمة ربنا أوسع من كده، وفضل ربنا أكبر بكتير. لأن ليلة القدر خير من 1000 شهر. لو جيت تترجم ال1000 شهر لسنين هتلاقيها تقريبا 84 سنة. يعني لو أنا يا مستر قرأت صفحة في القرآن وبقدرا كده كانت دي ليلة القدر اللي أنا قرأت فيها صفحة من القرآن، يبقى انا اكني قرات صفحه من القران كده لمده 84 سنه. يعني كل يوم بقرا صفحه من القران، كل يوم بقرا صفحه من القران لحد 84 سنه. تاخد الجزاء عليها ان شاء الله بفضل الله. يعني ده ايه الجايزه الكبيره دي؟ ده انا لازم بقى الحقها. طبعا هتلحقها بايه؟ بابسط الحاجات اهي، ابسط الحاجات. يعني انا هقول لك اقل حاجه ممكن تعملها. اول حاجه الصدقه. هتجيب من مصروفك كده. لو ما معكش مصروف النهارده اللي انت صرفته في المدرسه او في اي حته، روح خد مصروف بكره من ماما او من بابا، وطلع منه حتى لو جنيه، 5 جنيه. طلع منه جنيه كده وطلعها لله. طب هطلع لله ازاي دلوقتي؟ ده انا قاعد في بيتنا يا مستر. هو انا لسه هنزل بقى احطها في مسجد او اديها لحد او كده؟ انا مش هنزل من البيت. لا يا عم، ولا تنزل ولا حاجه. هتاخد المصروف، هتقول خد يا بابا ال5 جنيه دي طلعها لله. انت مجرد ما تطلع منك يبقى انت كده طلعتها في الليله دي. حتى لو بابا هيطلعها بكره عادي، بس انت طلعتها في الليله دي. يبقى ده بالنسبه للصدقه. يبقى انا عملت الصدقه دي. جميل. عايز اقرا قران بقى. طبعا انت ممكن تقرا براحتك، بس انا بقول لك اقل الحاجات. اقل الحاجات هتعمل ايه؟ تيجي كده زي العسل كده وتقرا سوره الاخلاص 3 مرات. سوره الاخلاص تعادل ثلث القران، ثلث القران. فلو قراتها 3 مرات يبقى انت اكنك قرات القران كله. قرات القران، اخد فضل ان انا قرات، وجزاء وحسنات ان اكني قرات القران كله. اكنك قرات القران كله. سوره الاخلاص اللي هي قل هو الله احد 3 مرات. اقراها بس 3 مرات. شفتها هتاخد منك ايه دي؟ 3 دقايق اهو، بسهوله خالص اهو. عايز تزود قراءه قران؟ اقرا قل يا ايها الكافرون 4 مرات، لان قل يا ايها الكافرون تعادل ربع القران. فلو قراتها 4 مرات يبقى انت اكنك قرات القران كله. فيبقى انت قرات القران كله مرتين اهو، من غير حاجه، في 10 دقائق. والله ما تكمل 10 دقائق. يبقى ده بالنسبه لقراءه القران. قرانا قران وتصدقنا، هنقول ايه دايما كده على لسانك وانت قاعد وانت نايم وانت واقف وانت في اي حته؟ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. وهكذا كتير 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 على قد ما تقدر بقى. يبقى دي تالت حاجة. طيب احنا خلاص تصدقنا وقرأنا قرآن وقلنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. هتعمل ايه بقى؟ هتصلي. صلي ولو ركعتين. قوم متوضي كده بعد ما تخلص الحصه النهارده ان شاء الله، تروح تصلي كده حتى لو ركعتين لله كده. طبعا انت مصلي كل الفروض اللي عليك. لو مش مصليها خلصها الاول. صليت الركعتين لله، وانا بصلي كده هدعي. ادعي باي حاجه انت عايزها بقى. صلي حتى لو ركعتين. انا بقول لك حتى لو، يعني ممكن اكتر ممكن اكتر، بس انا بقول لك اقل الحاجات. خامس حاجه ده الدعاء. الدعاء بقى ممكن تدعي وانت بتصلي، او تدعي وانت قاعد خلاص بعد ما تصلي كده. ادعي باي حاجه، اي حاجه، وادعي وادعي وخليك جامد في الدعاء. انا عايز اقول لك بس مثل كده، مثل صغير كده، بس هو طبعا ولله المثل الاعلى. ولكن يعني لما نقيسها على حاجه من الواقع بتفهمها اكتر. كلنا عارفين محمد رمضان. اكيد كلكم عارفين. عامل برنامج اسمه مدفع رمضان. بيعمل ايه؟ بيدي جوائز للناس وبتاع. فكان بيودي عربيات كده تقف في اماكن كتير في محافظات كتير، وانت تكتب، يديك ورقه تكتب فيها حلمك. يعني انت حلمك ايه؟ فكل واحد بقى اللي يكتب موبايل، عربيه، مليون جنيه، 100,000 جنيه، 20,000 جنيه. اللي بيكتب وبتتحط جوه العربيه، وبعد كده بيروح في الحلقه وتك تك 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 يسحب ورقه. الورقه دي كسبت معانا الحلم اللي هو كتبه. يعني شوف ازاي. فانت حلمك هيتحقق. اكتبه. كتبته، اتحط، سحبه، اتاخد، اتحقق لك. فمحمد رمضان، انا بس بحكي عشان الموقف ده جه قدامي كده بالقدر. يعني سحب ورقه كده مره من المرات في حلقه من الحلقات، فشاف حد كان كاتب له ايفون 16 او اس 25 الترا، سامسونج اس 25 الترا. يعني ده او ده. انا بقول كل ده عشان اقول الكلمه دي. فمحمد رمضان قال ايه؟ قال لو كان شال حرف الالف
كان اخد الموبايلين. يعني لو كان شال حرف الالف اللي هو بتاع او سامسونج اس 23 الترا، فكان كتب ايفون 16 ومش او بقى هيشيل الالف و اس 23 الترا، كان خد الموبايلين. انما هو اخد موبايل واحد عشان حط او الف، وقال لما بتيجي تحلم احلم واكتب. فده ما بالك انك بتحلم مع عبد من عباد ربنا، اللي هو واحد مهما كان غني هو ولا حاجه. ما بالك بقى انت بتطلب او بتحلم او بتطلب من ربنا. فتخيلها كده، انك بتقول لربنا الحلم بتاعك او الحاجه بتاعتك او الحاجه اللي انت عايز تحققها. فما تقولش او بقى، قول كل اللي انت عايزه، لان ربنا هو الغني، هو اللي عنده خزائن كل حاجه، عنده الراحه والغنى والفلوس والصحه. عمرك ما تلاقي الحاجات دي عند حد غير ربنا. اي حد في الدنيا هيديك فلوس، بس محدش يقدر يديك صحه، محدش يقدر يديك راحه بال، محدش يقدر يديك نجاح، محدش يقدر يديك كل الكلام ده بقى عند ربنا، مش موجود غير عنده. فتروح زي العسل كده حبيب قلبي تدعي بقى. وانت بتدعي وصيتي ليك، ادعي باللي انت عايزه، بس خلي عندك ثقة في الله ان ده هيتحقق. صدقني هيتحقق. وكل اللي احنا فيه من دعواتنا اتحققت الحمد لله عشان كان عندنا ثقة في الله. فدايما يا حبيب قلبي ادعي وانت عندك ثقة في الله، واحلم وقول واحلم بكل اللي انت عايزه. كل اللي انت عايزه. انا ليه هقول 10 جنيه وانا ممكن اقول 100؟ انا ليه هقول انجح وانا ممكن اقول اطلع الاول؟ ما تعمل ادعي. ادعي يا حبيبي ادعي. انا ليه اقول ادخل الجنة يا رب ولو زاحف وانا ممكن اقول ادخل الفردوس الاعلى؟ اتكلم بالاعلى دايما مع ربنا، بالذات ادعي بالاعلى بالاعلى بالاعلى. فثقتك في الله تبقى دايما عاليه كده وكبيره يا حبيب قلبي. وان شاء الله يعني تبقى فضل كبير ليكم. مش بقول بقى على ليله 23 بس، خد بالك في ليله 25، ليله 27، ليله 29، يعني لسه 3 ليالي. النهارده و3 ليالي كمان. فهم ده 3 4 ايام يعني. انا بكلمك في نص ساعه في كل واحده، يعني ساعتين في ال4 ايام. 4 ايام شوف بكام ساعه انت اخدت منهم، بس ساعتين لله، ساعتين لله كده. ومن ضمن الحاجات المهمه اللي لازم تعملها انك تدعي لي. اوعى تنسى، اوعى. مش هقعد اقول لك كل ده والاخر ما تدعيليش. هتدعي لي ان شاء الله وهتوصل لي ان شاء الله يا حبيب قلبي. وبالتوفيق دايما ان شاء الله. معلش طولت عليك. يلا نرجع بقى لحصتنا، بس اللي انا قلته ده اهم من الحصه والله. توكلنا على الله. يبقى احنا عرفنا اننا